غلط انك تقول اللهم اني صائم، وغلط انك تقولها بهذه الطريقة، وغلط انك تقولها بهذه المواقف. طيب متى وكيف وليش اقولها من الاساس؟ ابغاك تغير تفكيرك بشكل كامل عن هذه الجملة بعد هذا المقطع، والاغلب للاسف ضايع على هذه المعلومات، فارسل المقطع هذا لكل اللي عندك، ولا تنسى ان الدال على خير كفاية. وعلى طريقة متابعة واعجاب، لان في مقطع يوميا بالحساب بمشيئة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، بمعنى درع ووقاية. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. ابتعد عن كل الآفات، سواء فحش بالقول أو صياح أو صراخ أو مشاكل. فإذا سابه أحد أو قاتله، يعني جاك واحد يبيها كلام ولا يبيها فايد، فليقل إني امرئ صائم. لكن البعض زلابة وياخذ الكلمة دي حقت هياط، والله لو ماني صايم، اقسم بالله لا قابلني بعد المغرب. طبعا ما راح تلقاه بعد المغرب. والحديث الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقل اني صائم. ممكن تقول يا ابراهيم كيف يناديني للاكل واحنا برمضان؟ الصيام ترى في رمضان وخارج رمضان، ويا حظ الشخص اللي محافظ على صيام النافله، لان اجرها عظيم. جزاكم الله خير على دعمكم الطيب، وبحفظ الرحمن.